انا اوريك كده كده. ماشي. طعمه حلو اوي، تتبيلته حلو. ماشي. يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض البرجر، او بديل البرجر بطريقتنا كده، طريقة اقتصادية وحلوة جدا، وهيطلع طعمها روعة. مكونات بسيطة وحاجات موجودة عندك في البيت. آه، وده كده هنبدأ مع بعض. دي أول حاجة، كوباية إلا ربع من الفريك أو البرغل، أي حاجة فيهم هتنفع. وليهم بديل تالت اللي هو القمح، هقولكوا تعملوه ازاي. دي كوباية إلا ربع من الفريك أو برغل، تغسليها كويس جدا وتنقعيها في مية سخنة على ما نجهز المكونات، يعني ربع ساعة نص ساعة مش هتفرق. وده نص كيلو من البطاطس، قشرته وبشرته وهنغسله كويس جدا. وعلى ما يتغسل اقولكوا بقى، القمح تسلقيه حوالي 60-70% كده، وبعدين تغسليه بمية باردة جدا لحد ما يبرد خالص، وبعدين تستخدميه بديل للبرغل أو الفريك. خلاص، دي البطاطس اهو غسلتها كويس جدا، بقت زي الفل اهي، بيضة وجميلة جدا. ده نص كيلو، ممكن يزيد شوية، واحدة يقل واحدة مش هتفرق كتير يعني. خلاص، معايا بقى هنا صدور من الفراخ، صدور فراخ، لو بانيه او وراك، اي قطعة فراخ حوالي نص كيلو كده، بالدهن بتاعها او بالجلد زي ما انت عايزة. لو فيها قطع دهن سيبيها. قبل ما افرم بقى الفراخ، انا كان معايا 4 حبات من الفلفل. كنت عايزة افرمهم، قلت بدل ما اخرج لهم الكبة، فرمتهم هما الاول قبل ما احط الفراخ. فرمت الفلفل في المفرمة، وبعدين حطيت له التوابل بتاعته. انا كنت بعمل هريسة يعني. حطيت لها ليمون وخل وشطة وملح وتوم. توم مفروم اتفرم معاهم يعني، بس انتوا ما تصورش يعني. المهم فرمنا وعملنا الهريسة، وفي نفس المكنة حطيت فيها بقى الفراخ اللي انا كنت مقطعاها مكعبات. دي كانت صدور فراخ، ممكن تستخدمي اوراق او صدور زي ما انت حابه، او الاتنين على بعض. معايا بصلايه صغيره اهي، هقطعها 4 حتت وهفرمها الاول ورا الفلفل على طول. انا كده ركنت الفلفل بعد ما عملت الهريسه بتاعته، حطيت له حاجته وركنته على جنب. هنفرم بقى البصلايه دي، وهنزل ورا البصلايه بالفراخ، وهنفرمها فرم. انا حاطه الوش اللي هو الناعم، بيكون ممكن تعملوا الوصفة دي، تعمليها في الكبة. دي أول وش للفراخ، أنا عايزاها ناعمة جدا. خلاص كده ادينا بنفرمهم اهو، وبعد كده هنشوف هنعمل فيهم ايه. هنحط لهم بقى البهارات بتاعتهم. هنا انا هحط 3 مكعبات من مرقة الفراخ. كان ممكن احطهم ويتفرموا ويروحوا في المفرمة مع الحاجة، بس انا نسيت. حطيت 3 مكعبات مرقة، وحطيت توم بودرة وبصل بودرة وكاري وفلفل اسود. وهنحط دلوقتي نشا حوالي 6 معالق، 6 معالق صغيرين، انا كاتبالكوا اهو. بصوا، هفتت بقى بتاع المرقة الاول، عشان هعجنهم بقى عجنة حلوة كده مع بعض.
دي بقى البطاطس اللي احنا غسلناها وكانت محطوطة في المصفى بتتصفى ما فيهاش مية خالص، ونزلت عليها بقى بالحاجة بتاعتها عشان اعرف اعجنهم كويس جدا في حاجة اوسع يعني شوية، اللي هي الفراخ والفريك. وكده خلاص انا خلصت، هدوب هعجنها عجنة كويسة وهنروح نحمر فيها على طول. تمام كده خلاص بقى هنروح بقى على البوتاجاز ونبتدي بقى نحمر فيها. هشكل واحمر على طول، يعني مش هشكل واركن، لا هشكل واحمر على طول زي ما هتشوفوا كده. معلقة كبيرة من السمنة وشوية زيت، حاجة بسيطة مش كتير، يعني ما تمليش الطاسة ولا اي حاجة خالص، حاجة بس هنا ما بتشربش زيت ولا سمنة ولا اي حاجة. تقدري تحمريها بزيت بس او سمنة بس او زي ما انت حابة يعني. بنشكلها كده اقراص صغيرة شبه الهمبرجر وبنحمر على طول. عايزة اقول لكم احنا بنحمرها ريحتها خطيرة بجد، ريحتها جميلة جدا جدا، كل اللي دقها اتبسط بيها وبطعمها، والريحة بتاعتها كانت جميلة خالص. ما بتاخدش وقت خالص على النار. عايزة اقول لكم برضو لما تغمقوها شوية بتكون احلى. هنا انا شغالة على اصغر عين عشان مش عايزاها تاخد لون بسرعة، وهي بتاخد وقت على فكرة على النار، يعني بتستحمل الوقت، فعشان ما خليهاش تاخد مثلا لون بسرعة وتكون القلب بتاعها لسه محتاجة تسوية. انا مرفعاها زي ما وريتكم، التخن بتاعها ما كانتش تخينة قوي ومش رفيعة قوي، فكانت معقولة يعني في تخانة البانيه كده تقريبا. دي اول رصة اهي. ابني خلاص قال دخل على الريحة وقال انا جعان، شموا الريحة وقال انا جعان، فوقف دقها وهتسمعوا رأيه فيها دلوقتي. حبيبي انا بعمل كده كده ماشي. انت فتحت؟ طعمه حلو اه، تتبيلته حلو. زي ما شفتوا كده وسمعتوا رأيه فيها، عجبته جدا ووقف وأكل. طبعا أكياس الكاتشب دي ماشيين بيها، فحط الكاتشب بقى وبدأ ياكل ويدوق، عجبته جدا، وبيسيبوا أي أكل عشان الحاجات دي. طبعا انتوا كلكم عارفين الكلام ده. رغم ان هي بسيطة واقتصادية بس طعمها كان خطير جدا جدا، وهتعمل معاكي كمية. نص كيلو ده هيعملك مثلا، يعملك ممكن يعملك 30 قرص من المقاس اللي انتوا شفتوه ده. يعني يتحط في الكايزر الصغير، في كايزر كبير وفي كايزر صغير في كبير. طبعا هو كان واقف على جنب بياكل، وانا كنت لسه شغالة ما خلصتش، وفضلت اكمل بقى في باقي الكمية. جربوها بجد حلوة جدا واقتصادية، يعني نص كيلو من البطاطس ونص كيلو من صدور الفراخ او اي قطعة فراخ عندك، نص كيلو اقل شوية اكتر شوية مش هتفرق، مع كوباية الا ربع من القمح او فريك او برغل اي حاجة فيهم، بس تنقعيها في مية سخنة، ولو قمح تسلقيه الاول ولو 50% سلق، وبعد كده تبرديه وابتدي اشتغلي بيه. وبصلاية صغيرة وشوية بهارات هتعملك كمية همبرجر، كمية كبيرة جدا. جربوها بألف هنا اللي يجرب، ونشوفكم على خير فيديو جديد. باي باي.